استهتار المسؤولين، يعني خصوصا هنا بالعاصمة. شنو هالاستهتار؟ الله يجلها الوجوه ويجل اللي يسمعني. شنو أهالي صار لهم 4 و5 أيام ما حد يجي يسحب المي، ما حد يجي يسحب الفيضانات. يا جماعة دول خاف حسبالهم احنا مو بشر؟ ما أعرف احنا وين عايشين؟ اخواني انا قبل ايام اجيت من اوروبا، قبل ايام القينا محاضرات اسلامية هناك بالشارع، نفس الشارع بمجسات حرارية تمطر، ورا دقائق ينشف الشارع نفسه بمجسات حرارية، حرارة تنبعث من جوا. ذولا صدق يحجون بالله؟ بابا انتوا من 2003 لازمين البلد لحد الان؟ انتوا الله ما تخافون منا؟ يسولف لي احد الاخوه هناك بالجاليه الاسلاميه العراقيه، احد اخوانكم، يقول اجى مسؤول يتفق ويا هولندا. شايفين هاي الطواحين البيضة بهولندا؟ شبابنا شايفينها لو ما شايفينها؟ هاي تغذي هولندا كلها بالكهرباء، هاي الطواحين. فاجى مسؤول منا انا راح لهناك يتفق ويا الشركه، هناك شركه اهليه مو حكوميه، بتلاحظ؟ فراح يتفق وياهم يسوون دن الطواحين بالعراق حتى يوفرن كهرباء للعراق. فقالت له الشركة بخدمتكم، اسمعني بقلبك حتى تؤمن من أقول لك إنسانية ماكو، وتنهض منها هسه نزرع الإنسانية. الضيم اللي شفناه أنا وياك بلكي ابني وابنك ما يشوفوا، بلكي الله بجاه الحسين عليه السلام. كلكم قولوا آمين رب العالمين. خلحق على هذا الجيل نطي إنسانية حتى من يكبر خاف يصير مسؤول شيء عدة إنسانية. تفهم علي لو مدى تفهم؟ لأن هذا قبل لا يصعد لسدة السلطة أنا وياك نشوفه 24 ساعة سبحة وسجادة وقاعد مقابلني ومقابلك بالجامع، تمام لو لا؟ وصل لهناك دمرني لو ما دمرني أنا وياك. اسمع هاي السالفة. يقول طب للشركة قعد وياهم قال له لا بلي بخدمتكم إن شاء الله. قال لهم نسبت ايش قد؟ قلت هذا ابو الشركة ضحك. يقول حاجاني بالهولندي قال لي هذا مو دا يمثل الحكومة العراقية؟ قلت له بلي. قال يعني مو جاي على مود وطن العراق؟ قلت له بلي. قال لي شنو نسبة؟ ما دا افهم شو يسوي نسبة؟ شو يريد نسبة؟ انا توقعت هو يطيني على مود العراق. يقول هسه انا باوعت يعني هذا شو مو دولة عايشين على نمط حبيبي انت، دولة عايشين. هذا شو اجاوبه؟ شو اريد اقول له؟ زين. يقول صرت في قمة الإحراج. قلت له ما أعرف يعني أنا هم مثلك متفاجئ ما أعرف. يقول فالتفت لهذا المترجم يسولف، فالتفت لهذا المسؤول قلت له عيني ذولا ما عندهم نسب، ذولا شركة. زين. إذا تقول له تخفيض من أجل العراق وشعب العراق أي نعم يخفض لك، بس نسبة إلك ذولا ما يعرفون هيك شيء نسبة. يقول فقال لي لا إلا إلي نسبة مربحة وملايين راح أربح، ما أطلع لي أنا كم فليس والله. يقول فرجعت ترجمت له بالهولندي قلت له هذا يعني يريد نسبة إنه. يقول فقال لي بخو يعني أعطي 1% ماكو مشكلة ولو هذا خرق للقانون بس ما يخالف أعطي 1%. زين. فيقول ترجمت له قلت له 1% يعطوك 1% خير من الله وايد تطلع واحد. قال له لا إلا 5%. يقول فترجمت بالهولندي قلت له 5%. قال لي قل له خليه يقوم يطلع برا الشركة. والله طرده ابو الشركة الهولندي قال اطلع برا. طرده برا. قال له انا وياك شكو ملفيه. اذا هولندا طرده قال له برا، انا وانت شكو ملفيه.